مصر السفلى هي المنطقة الشمالية من مصر، وتشمل دلتا النيل الممتدة من القاهرة حتى البحر الأبيض المتوسط. أطلق عليها المصريون القدماء اسم تاموريات أي أرض الشمال، وكانت منطقة غنية بالأراضي الزراعية والأنهار والقنوات التي سهلت الري والزراعة منذ القدم. مصر السفلى لعبت دورا كبيرا في التاريخ المصري، حيث كانت تضم المدن المهمة مثل منفيس التي كانت عاصمة مصر القديمة في عصور مبكرة، بالإضافة إلى بور سعيد ودمياط ورشيد. تتميز مصر السفلى بأراضيها الخصبة وشبكة فرعية من القنوات المائية التي دعمت الزراعة والتجارة، كما كانت مركزاً للتجارة الخارجية بفضل قربها من البحر الأبيض المتوسط. وقد كانت مصر السفلى أيضاً منطقة دينية هامة، حيث ازدهرت عبادة الإله ساتيت والعديد من الآلهة الأخرى، كما كانت مقراً للملوك الأوائل الذين بدأوا توحيد مصر العليا والسفلى لتشكيل الدولة المصرية الموحدة. اليوم ما زالت مصر السفلى تحتفظ بأهميتها الاقتصادية والزراعية، وتشمل المدن الكبرى والصناعية والموانئ الحيوية، إضافة إلى المعالم التاريخية القديمة التي تعكس حضارة المصريين القدماء وتاريخهم الطويل في هذه المنطقة الخصبة والمهمة. المسلة المصرية في باريس، والمعروفة باسم مسلة الكونكورد، هي واحدة من أشهر المسلات الفرعونية في العالم. كانت في الأصل تقف أمام مدخل معبد الأقصر إلى جانب مسلتها التوأم، وقد شيدت في عهد الملك رمسيس الثاني من حجر الجرانيت الوردي القادم من أسوان، يبلغ ارتفاعها حوالي 23 متراً، وتزن أكثر من 200 طن، وهي مزينة بنقوش هيروغليفية تسجل إنجازات رمسيس الثاني وطقوسه الدينية، مما يجعلها وثيقة تاريخية مهمة تعكس قوة الملك ومكانة المعبد الأقصر في عصره. في عام 1833 أهديت المسلة إلى فرنسا في عهد محمد علي باشا كنوع من تعزيز العلاقات السياسية بين الجانبين. وبعد رحلة صعبة وصلت المسلة إلى باريس، وتم نصبها عام 1836 في ساحة الكونكورد، وهي من أكبر الساحات في فرنسا. ومنذ ذلك الوقت أصبحت المسلة عنصراً أساسياً في مظهر المدينة، حيث تقف شامخة وسط الساحة محاطة بالنوافير والتماثيل الكلاسيكية. ورغم نقلها من موطنها الأصلي، لا تزال المسلة تحافظ على رونقها الفرعوني، وتعد أول وأقدم أثر مصري وصل إلى قلب أوروبا بهذا الحجم. وقد تمت إضافة قاعدة ذهبية صغيرة في أعلاها عام 1998 لتعويض الجزء المفقود من الهرم الصغير الذي كان يعلوها في الأصل. اليوم يزور ملايين السياح المسلة سنوياً، ويقفون أمام نقوشها المتقنة التي تحمل روح الحضارة المصرية القديمة، لتظل شاهداً على تاريخ الفراعنة وعلاقتهم بالعالم، ورمزاً يجمع بين التراث المصري والمشهد الحضاري لباريس. طريق الكباش هو واحد من أعظم الإنجازات المعمارية في مصر القديمة، ويعد ممراً ملكياً فريداً يربط بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك بطول يقارب 7 كيلومتر. يعود تاريخ إنشائه إلى عصر الدولة الحديثة، ثم استكمله الملوك على مدار عصور متعددة، حتى أصبح الطريق الرسمي للطقوس والاحتفالات الدينية الكبرى، وعلى رأسها احتفال عيد الأوبة الشهير. كان هذا الاحتفال يعتبر من أهم المناسبات الدينية في طيبة، حيث تنقل مراكب الآلهة المقدسة وسط الموسيقى والرقصات والطقوس التي تعبر عن قوة الإله آمون وتجدد العلاقة بين الملك والآلهة. يضم الطريق ما يقرب من 1100 تمثال صممت على شكل كباش أو أبوال هول بأجسام مختلفة، بعضها يحمل رأس كبش رمز الإله آمون، والبعض الآخر يحمل رأس إنسان يجسد قوة الحماية والملكية. هذه التماثيل نحتت بمهارة شديدة، وصممت لتقف في صفين متوازيين يمتدان على طول الطريق، لتشكل ممراً مهيباً يستخدمه الفراعنة والكهنة خلال الاحتفالات.
وقد وجد على جانبيه أساسات لمباني ومصاطب استخدمت خلال الطقوس، مما يعكس عمق التخطيط الديني والعمارة المميزة لمدينة طيبة. شهد طريق الكباش أعمال ترميم ضخمة استمرت سنوات طويلة لإعادة التماثيل إلى أماكنها الأصلية وإبراز تفاصيل النقوش التي تعرضت للطمس. وفي عام 2021 أعيد افتتاح الطريق في احتفال عالمي جذب أنظار العالم نحو الأقصر، وأعاد إحياء الروح الفرعونية القديمة بطريقة عصرية. أصبح الطريق اليوم رمزاً للقوة الحضارية ودليلاً حياً على إبداع المصريين القدماء وقدرتهم على البناء والتنظيم والفن، كما يمثل رحلة تاريخية تكشف أسرار مدينة طيبة وما كانت عليه من عظمة وهيبة.